نعود إلى 2018 وبالضبط إلى كأس العالم في روسيا. رغم مرور سنوات إلا أنه انتشر خبرنا اليوم كالصاعقة. فضيحة تهز إسبانيا. فجر مترجم عمل مع منتخب إسبانيا خلال كأس العالم 2018 قنبلة مدوية، إذ اتهم عدة لاعبين بالاعتداء الجنسي على عاملات في الفندق، بالإضافة إلى تناول الكحول وتدخين الأرجيلة في تلك المنافسة التي ودعتها إسبانيا من ثمن النهائي بركلات الترشيح أمام البلد المضيف روسيا. وقال لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني السابق المدرب جولين لوبيتيغي عشية تلاقي البطولة بعدما عرف باتفاقه مع ريال مدريد، وتولى فرناندو هيرو المسؤولية بدلا منه. وقال المكسيكي أليكس بيانا لبرنامج شي أمريكا لاتينا في مقابلة أجريت قبل نحو عام لكنها لم ترى النور إلا صباح يوم الأربعاء، ونشرتها صحيفة The Objective الإسبانية: كنت مسؤولا عن تسهيل مهمة البعثة نظرا لإتقان اللغة الروسية وإقامتي في موسكو، بل حتى إيقاد اللاعبين للإفطار وخوض حصص تدريبية، ولم أجد أي لاعب جاهز. هذا أندريس إنيستا. أما سيرجيو بوسكيتس فقد شتمني، وجيرار بيكي رجل متغطرس ينظر إلى الآخرين بازدراء. وأتباع: دخلت غرفة الاستراحة التي يقضي فيها اللاعبون وقتهم في الفندق ووجدتها مليئة بزجاج الكحول والسجائر والأرجيلة. لقد طلب مني بعض اللاعبين أن أجلب لهم الكحول في 7 صباحا، وبالتالي فإنني لم أستغرب أن يخرج بطل العالم 2010 من ثمن النهائي. وزاد بين المنتخب لم يكن متحدا، لاعبو كل فريق يجتمعون مع بعضهم ولا يختلطون بالآخرين. الوحيد الذي كان منضبطا ويقضي وقت فراغه مع عائلته هو أندريس إنيستا. واتهم أليكس 3 لاعبين من المنتخب إسبانيا بالتحرش الجنسي والاعتداء على عاملات في الفندق. لا جاءني كارفاخال ودخيا ومونريال يطلبون مني مساعدتهم بالترجمة لدعوة فتيات يعملن في مطعم الفندق إلى أحد الأجنحة. وهنا تصرف كارفاخال ودخيا بطريقة مسيئة مع الفتيات، وقالوا كلاما بالإسبانية لم أستطع ترجمته إلى الروسية. ورد داني كارفاخال لاعب ريال مدريد على ما ذكر في الصحيفة عبر حسابها الرسمي في إكس، قائلا: أنفي بشدة ما تم تداوله في وسائل الإعلام مؤخرا، إنها إساءة لشخصي، وأؤكد أن ذلك غير صحيح، وأنني سألجئ إلى القانون لرد اعتباري. ثم أضاف مجددا المترجم إن حارس مرمى إسبانيا ديفيد دخيا أمضى الليلة مع إحدى النادلات في روسيا، على الرغم من أنه كان على علاقة بزوجته المستقبلية، ولم يعلق لاعب كرة القدم بعد على هذه المعلومات. لا تنسوا الاشتراك في القناة لمزيد من العطاء إن شاء الله.